بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين البقية؟ يأكلون. متى؟ بعد الدرس. فقدناهم. طيب، وصلنا إلى أي شيء؟ وصلنا إلى أي شيء؟ أين القارئ؟ أين القارئ؟ اقرأ الحديث. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجودها. لا، قبل في الحديث قبل الأخير. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان وتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، وصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. بطحان اسم مكان بالمدينة. هل عندك بطحان؟ إيه، لكن هل عندك فيها تشكيل؟ الباء ماذا عليها؟ عليها فتحة. الباء عليها فتحة عندك؟ طيب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق. والخندق عرفناه فيما سبق وتكلمنا عنه. بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. يسب أي أنه يشتم ويعيب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. أي أنه رضي الله عنه صلى قبل أن تغرب الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يصلي صلاة العصر وقد غربت الشمس. قال: فقمنا إلى بطحان، وهو وادي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
والحديث واضح في كلماته وفي معناه، فيستفاد منه فوائد: أنه يجوز للإنسان أن يسب الكفار، لأن عمر رضي الله عنه سب كفار قريش. ومن فوائد الحديث جواز الحلف بدون طلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ولم يطلب منه، لكن لا شك أن الإنسان الذي ينبغي له ألا يحلف إلا إذا وجدت المصلحة، وذلك لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين بمعنى أن الإنسان لا يكثر من الحلف، وإذا حلف فإنه لا يحنث، وإذا حنث فإنه يكفر. انتبهوا، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فحفظ اليمين يشمل 3 أشياء: أولا أن الإنسان لا يكثر الحلف، وثانيا أنه إذا حلف فإنه لا يحنث، يعني لا يخالف اليمين، وثالثا أنه إذا حنث وخالف يمينه فإنه يكفر كفارة اليمين. المهم أنه يجوز للإنسان أن يحلف بدون أن يطلب منه، لكن لا يحلف إلا إذا وجدت المصلحة. ويستفاد من هذا الحديث أن قضاء الفوائت يكون على الترتيب، فيبدأ بالأولى ثم التي تليها. فعمر أو النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، ولم يخالف في الترتيب، بمعنى أنه صلى المغرب ثم صلى العصر. وعلى هذا فقضاء الفوائت يكون على الترتيب، لكن اعلم أن الترتيب يسقط في حالات. الحال الأولى النسيان، فلو أن الإنسان نسي أن يرتب فإن الترتيب يسقط. فمثلا لو أن رجلا صلى المغرب وقد نسي أن يصلي العصر، فهل نقول له إن صلاة المغرب لا تصح؟ لا، نقول صلاة المغرب صحيحة وتصلي بعد ذلك صلاة العصر، فالترتيب يسقط بالنسيان. مثال آخر: رجل نسي أن يصلي أو تذكر أنه صلى بالأمس صلاة العصر والمغرب والعشاء على غير وضوء، تذكر الآن، فالواجب عليه أن يصلي الآن العصر ثم بعد ذلك المغرب ثم بعد ذلك العشاء. لو أنه صلى العصر ثم قام وصلى العشاء ونسي المغرب ولم يتذكر المغرب إلا بعدما صلى العشاء، فنقول
صلاتك للعصر صحيحة والعشاء صحيحة، والترتيب يسقط في هذه الحالة فتصلي صلاة إيش؟ المغرب. طيب، كذلك أيضا يسقط الترتيب بفوات الوقت الاختياري للحاضرة. فمثلا لو أن رجلا لم يصلي صلاة العصر بالأمس، وهو نحن الآن في أي وقت؟ وقت الظهر. لم يتبقى على خروج وقت الظهر إلا بمقدار فعل الصلاة، أي ما يقارب 7 دقائق تقريبا، وهو لم يصلي صلاة العصر بالأمس. فهنا ماذا نقول له؟ نقول صلي صلاة الظهر لأجل أن تصليها في وقتها، ثم بعد ذلك صلي صلاة العصر التي تركتها بالأمس. ولا نقول له رتب، لأنه لو رتب في هذه الحالة لا أخرج جميع الصلاتين عن الوقت. ولو أنه صلى الظهر أولا ثم العصر الفائتة التي بالأمس لصلى الظهر في وقتها وصلى العصر التي بالأمس في غير وقتها، فأدرك الظهر على الأقل، أدرك الظهر في وقتها. إذن يسقط الترتيب أيضا بفوات الوقت الاختياري للحاضرة. كذلك أيضا وهي الحال الثالثة، يسقط الترتيب إذا كانت الصلاة لا يمكن قضاؤها على صفتها، لا يمكن قضاؤها على صفتها. مثال ذلك: حضر إلى صلاة الجمعة، ومن المعلوم أن صلاة الجمعة كم ركعة؟ 2. فلما كبر الإمام تذكر المأموم أنه قد صلى صلاة الفجر على غير وضوء، فماذا نقول له الآن؟ نقول صلي صلاة الجمعة ثم بعد ذلك صلي صلاة الفجر، ولا نقول له ادخل بنية صلاة الفجر. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة لو فاتت لا يمكن قضاؤها على صفتها، فيصلي صلاة لو أنه نوى صلاة الفجر فإنه يصلي صلاة الجمعة ظهرا، فلا يمكن قضاؤها على صفتها. وعلى هذا فالترتيب يسقط في هذه الحالات الثلاث: النسيان، وبخوف فوات الوقت الاختياري للحاضرة، وإذا كانت الصلاة لا يمكن قضاؤها على صفتها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث. طيب، ما رأيكم لو أن رجلا جاء والإمام لم يصلي، والإمام يصلي صلاة العشاء، والمأموم لم يصلي صلاة المغرب، فماذا يفعل في هذه الحال؟ الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي صلاة المغرب، لم يصلي صلاة المغرب إلى الآن، فماذا يفعل؟
كيف؟ تتبع الإمام ولكن بالنية أنت تنوي المغرب. طيب الإمام يقوم إلى الرابعة، ماذا تفعل؟ كيف تكمل المغرب 3 ركعات وأنت نويت 3 ركعات؟ ها؟ تجلس حتى السلام. طيب كيف تجلس حتى السلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لتأتموا به فلا تختلفوا عليه. ها؟ كيف تدخل في الركعة الثانية وتفوت تكبيرة الإحرام؟ تفوت عليك هذه الفضيلة. سيزيد ركعة رابعة وهذا خطأ. يجلس خالف الإمام. إذن كيف؟ أنا أسألكم كيف؟ ما رأيكم أن نجعلكم تفكروا فيها قليلا ونكمل الفوائد؟ ها؟ كيف؟ إذن قصدك القصد تصلي معه صلاة العشاء ثم تصلي بعده المغرب، هكذا تقول؟ لأن إذا دخلنا في صلاة الإمام ماذا تفعل؟ تترك الجماعة. تترك فضيلة الجماعة؟ والله مشكلة. نصلي صلاة العشاء مع الإمام والنية هي صلاة العشاء، ثم نصلي صلاة المغرب، ثم نصلي صلاة العشاء مرة ثانية. لم يجعل الله عز وجل التكليفات على العباد مرتين أبدا. في ركعة الثالث نحن جالسا ننظر حتى الإمام يرجع. طيب أنت خالفت الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه. إذا سلمتم لا ينبغي علينا أن نختلف. يجب علينا أن طيب فكروا فيها، فكروا فيها، فكروا فيها. طيب يستفاد أيضا من هذا الحديث جواز اجتهاد الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إما أن يقره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقره، إما أن يقره أو لا يقره. وهنا هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقر. كيف عرفنا هذا؟ لأن إيش؟ لعدم إيش؟ الإنكار. فعمر رضي الله عنه صلى العصر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الذي يليه
باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الفرد أي المنفرد. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وهذا مفرداته واضحة، فيستفاد منه فضيلة صلاة الجماعة، وأن الصلاة في الجماعة أكثر ثوابا من الصلاة بغير جماعة ب27 درجة، يعني ب27 مرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الجماعة في الصلاة تتحقق ب2 لا ب3. الجماعة في الصلاة تتحقق ب2: إمام ومأموم، وذلك لقوله هنا من صلاة الفذ، فلا يلزم أن يكونوا 3، ولا شك أنهم كلما كانوا أكثر فهذا أحب إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث صحة صلاة الفذ أي الفرد، ولكن لا شك أنه يفوته هذا الأجر العظيم، وإلا فإن صلاته صحيحة على القول الراجح، لأنه قال أفضل من صلاة الفذ، فهذا يدل على أن صلاة الفذ صحيحة. لكن هل يأثم أو لا يأثم سيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي تلي هذا. فإن قال قائل: ما المراد بالدرجة هنا وما مقدارها؟ فالجواب أنه لا علم لنا بها، لا علم لنا بمقدار هذه الدرجة. ويستفاد أيضا من هذا أن الشريعة الإسلامية تحرص على اجتماع الأمة وعلى تآلفهم، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. ويستفاد أيضا أن هذا الفضل وهو 27 درجة هذا في صلاة الجماعة فقط، دون الوضوء ودون المشي إلى المسجد والسير إليه، ودون كذلك كثرة الجماعة. فكل هذه فضائل زائدة على صلاة الجماعة، وهذا فضل من الله تعالى. الحديث الذي يلي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة يضعف على صلاة. عندك تضعف هكذا، يضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من كبر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف
على صلاته في بيته وفي سوقه. تضعف يعني تزاد. على صلاته في بيته، والبيت معروف. وفي سوقه، في سوقه أي في محل تجارته. ومن المعلوم أن الإنسان إذا صلى في سوقه يعني في محل تجارته سوف يصلي لوحده. وفي سوقه 25 ضعفا. في الأول قال ب27 درجة، وهنا ب25 ضعفا، فبأيهما نأخذ؟ هل نأخذ ب27 أو ب25؟ نقول نأخذ بالزائد، نأخذ بالحديث السابق، لأن فضل الله عز وجل واسع. وإذا أخذنا بالزائد فهذا لا يلغي الأقل، لا يلغي الأقل، وفضل الله واسع. فإذا أخذنا بالزائد دخل الأقل في ذلك. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وفي حديث آخر: وزيادة 3 أيام. فنأخذ بالزائد لأن الزائد لا يلغي الأقل، فالأقل يدخل فيه، وفضل الله عز وجل واسع. وورد صور أخرى للجمع بين الحديثين، لكن هذا هو الأقرب ما ذكرناه لكم. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. انتبهوا هنا، خرج من بيته إلى المسجد بعدما توضأ، لكن هنا فيه قيد، وهو أنه قال لا يخرجه إلا الصلاة، بمعنى أنه لا يخرج لعمل دنيوي ثم يذهب إلى المسجد، وإنما قال لا يخرجه إلا الصلاة، أي إرادة الصلاة. قال: لم يخط خطوة، والخطوة هي المسافة بين القدمين. لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، أي منزلة، وحط عنه بها خطيئة. إذن كل خطوة ترفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى، والمقصود بالصلاة هنا صلى تحية المسجد، تحية المسجد، إن لم يكن لها سنة راتبة، فإن كان لها سنة راتبة وهو لم يصلها في البيت فسوف يصلي السنة الراتبة في المسجد. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه. تصلي عليه يعني تدعو له، فالملائكة تدعو لمن كان ينتظر الصلاة، لمن كان ينتظر الفريضة في المسجد. لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تدعو له ما دام في مصلاه، أي مدة دوامه في مصلاه في مكان صلاته. ماذا تقول الملائكة؟ اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لك وأنت جالس تنتظر الصلاة، وهذا فضل من الله عز وجل. ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. لا يزال في صلاة يعني أي أن له ثواب الصلاة ما دام أنه ينتظر الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث فضيلة صلاة الجماعة في المسجد،
وأن الإنسان له هذا الفضل العظيم الوارد في الحديث. ومن فوائد الحديث أن الصلاة في المسجد تفضل وتضعف على صلاة الرجل في بيته أو في سوقه ب25 ضعفا، ولكن سبق أننا أخذنا ب27 لأن الأقل يدخل في الأكثر. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الفضل هو ما اشتمل عليه من أن هذا الفضل يقيد بما ذكر في الحديث من إحسان الوضوء والخروج بإخلاص لا يخرجه من بيته إلا الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة تدعو لمن انتظر الصلاة، وهذا أمر غيبي لا نشاهده، لكن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نصدق بذلك، وأن له ثواب الصلاة ما دام أنه ينتظرها. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ألا يجمع في نيته بخروجه من بيته إلى المسجد مقصدا آخر، فينوي أنه يخرج إلى المسجد. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين. طيب، ما رأيكم؟ هل إذا خرج إلى المسجد هل يتقصد مقاربة الخطى لأجل أن يكثر عدد الخطى وتكثر الدرجات؟ أفهمتم السؤال؟ أو أنه لا يتقصد ذلك؟ الصواب أنه لا يتقصد ذلك، لأنه لم يرد عن السلف وعن الصحابة أنهم كانوا يتقصدون مقاربة الخطأ، لم يرد ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه طيب، بالنسبة للمرأة أيها الإخوة، المرأة هل نقول لها اذهبي إلى المسجد لأجل أن تحصلي في كل خطوة درجة، ولأجل أن تحصلي 27 درجة وتصلين مع الجماعة؟ هل نقول لها هذا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها لا شك أنه أفضل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حقوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام
ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار حبوا الحب الزحف على اليدين والركبتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهنا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك لأنهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هما وقت الراحة ووقت النوم، فإذا لم يجيئوا لم يشاهدهم أحد. قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحبو ماذا قال عندك هنا؟ الزحف على إيش؟ على اليدين والركبتين كالصبي. نعم. ثم قال: ولقد هممت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هم، يعني عزمت على أن يفعل هذا الفعل الذي ذكر، أن آمر بالصلاة فتقام. بالصلاة يعني الفريضة، فتقام بمعنى أنه ينادى لها بالإقامة. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد أن يصلي بهم، لكنه في هذه المرة قال: آمر رجلا يصلي بالناس بأن يؤمهم. لماذا؟ قال: ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. الحزم جمع حزمة، وهي ما شدت بحبل، حطب يربط. إلى قوم أي رجال لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون معنا الصلاة في المسجد، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لأنهم لم يأتوا إلى صلاة الجماعة في المسجد. فيستفاد من هذا ثقل الصلوات على المنافقين، وأن أثقل الصلوات عليهم هي صلاة العشاء والفجر، صلاة العشاء والفجر. لكن نقول أيها الإخوة، ربما أنه يتغير الحال بالنسبة للناس، كما في وقتنا الحاضر ربما أن ينتقل الثقل إلى صلاة أخرى. فمثلا الناس الذين في المدن ويداومون في وظائفهم، الغالب أنها تثقل عليهم صلاة العصر. يخرج من وظيفته وهو قد خرج من بعد الفجر، فتصعب عليه صلاة العصر. فربما نقول إن الثقل هنا أصبح في صلاة العصر. فالمهم أننا نستفيد ثقل الصلوات على المنافقين، وأن أثقل الصلوات عليهم هي صلاة العشاء والفجر. ويستفاد أيضا أن ثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن في قلبه نفاقا، فعليه أن يبادر بالتخلص من هذا.
ومن فوائده عظم الثواب في صلاة العشاء وصلاة الفجر مع الجماعة، ولهذا ورد في حديث آخر أن الإنسان إذا صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ويستفاد أيضا أنه يجوز للرجل أن يخرج بعد الأذان من المسجد إذا وجدت المصلحة الشرعية. يجوز للرجل أن يخرج بعد الأذان من المسجد إذا وجدت المصلحة الشرعية. أخذنا هذا من أي شيء؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخرج لأجل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الناس الذين لم يحضروا في الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث، لكن إذا قال قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة للرجل الذي خرج بعد الأذان من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فكيف يجاب عن هذا؟ أجاب عنه العلماء بأن الذي خرج من المسجد لم يرد أن يصليها في مسجد آخر، وإنما أراد أن يصليها في بيته. ويستفاد من هذا أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وليس المؤذن، أن الإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة وليس المؤذن. ولهذا ورد أن الإمام أملك بالإقامة والمؤذن أملك بالأذان، فالإمام هو الذي يملك الإقامة، فإذا أذن بالإقامة فإن المؤذن يقيم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يذهب إلى أولئك الرجال، أولئك القوم الذين لم يحضروا إلى المسجد. ولهذا فيجب على الناس أن يحضروا إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة. فإن قال قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا هم ولكنه لم يفعل؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. فنقول: ورد عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لأجل ما في البيوت من النساء والصبيان، ومن المعلوم أن المرأة والصبي لا يؤمر بحضور الجماعة في المسجد. وهذه الزيادة فيها خلاف، ولكن أقرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. ويستفاد من هذا الحديث جواز تخلف أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عن الصلاة
في الجماعة في المسجد، وذلك للمصلحة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، يستفاد أيضا من هذا الحديث، أنا تأتيني بعض الأحيان فوائد أتذكرها ولا أود أن أضيعها عليكم. هذا الحديث يستفاد منه أن للإمام الأكبر وهو الرئيس أو الحاكم أن يعاقب بالمال، وذلك فيما إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما لو أراد أن يكسر آلات الغنى أو الخمور، أن يكسر زجاجات الخمور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا أراد أن يفعل؟ أن يحرق البيوت بالنار، ومن المعلوم أن تحريق البيوت بالنار هو معاقبة بالمال، ولكن هذا لا يفعله إلا الإمام الأكبر الرئيس أو الحاكم إذا وجدت المصلحة الشرعية. نعم. تريدون أن نقف أو نكمل؟ نأخذ حديثا واحدا. طيب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعه. والله. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته. لاحظ هنا: إذا استأذنت أحدكم امرأته، قدم المفعول على الفاعل، والعادة أن الفاعل هو الذي يتقدم، لكن هنا قدم المفعول على الفاعل. إذا استأذنت أحدكم، ولهذا نصب المفعول، امرأته هو الفاعل، إلى المسجد، أي أن المرأة، أن زوجة الإنسان طلبت من زوجها أن يأذن لها وأن يسمح لها بالحضور إلى المسجد لأداء الصلاة في المسجد، فلا يمنعها. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج أن يمنع زوجته من حضورها إلى المسجد. قال: فقال بلال بن عبد الله. عبد الله له ولدان، بلال وواقد. بلال ومن؟ واقد. نعم. بلال بن عبد الله قال: والله لنمنعهن. والله لنمنعهن، أقسم
وهل أراد رضي الله عنه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن هذا، ولكن من غيرته على زوجته رضي الله عنه. انظر إلى غيرة الصحابة على أزواجهم حتى في الحضور إلى المسجد. قال: والله لنمنعهن. فماذا فعل أبوه؟ قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. لماذا؟ لأنه خالف من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقصد المخالفة، وإنما منعه الغيرة، ولكن عبد الله نظر إلى المخالفة. وماذا قال له أبوه؟ قال: أخبرك، يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فأنكر عليه بشدة رضي الله عنه. ثم قال، أتى بالرواية الثانية قال: وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا إماء الله أي مملوكات، أي المملوكة. وقد نقول لا تمنعوا إماء الله يعني كل امرأة له عليها ولاية. فيستفاد من هذا الحديث جواز حضور المرأة للصلاة في المسجد مع الجماعة، أنه يجوز للمرأة أن تحضر للصلاة في المسجد مع الجماعة، لكن لا شك أن بيتها خير لها. طيب، إذا حضرت أو إذا أرادت أن تحضر إلى المسجد هل تتطيب؟ لا يجوز لها أن تتطيب ولا أن تتبخر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، لا تمس طيبا، لأن الطيب يعرض المرأة إلى الافتتان بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لغير المسجد عن طريق مفهوم هذا الحديث. يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لغير المسجد، لأن النهي هنا فقط عن ماذا؟ عن المسجد. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت ولاية الرجل على المرأة، أن الرجل هو الذي له الولاية على المرأة. ولهذا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ومن فوائد هذا الحديث تغليظ الإنكار على من عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. ومن فوائد هذا الحديث غيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وشدة تعظيمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد أيضا أنه يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد لأداء الصلاة، سواء كان هذا ليلا أو نهارا، ولا يقال إن الليل لا يجوز، فالحديث يدل على العموم، لكن إذا خشيت الفتنة فإنها تمنع للفتنة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا طيب، هل بلال قلنا أراد أن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن حمله على هذا الغيرة رضي الله عنه. نعم. في سؤال؟ نعم. أنا أسأل وكان في الحديث الستين وشرحتم آنفا بأن إذا توضأ رجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، رفعت له بكل خطوة درجة وخف عنه خطيئة. والآن كيف إذا كان الرجل الذي يذهب إلى المسجد يعني لا يمشي ولكنه يأتي بالسيارة، أكانت هذه الفضائل المذكورة له؟ بعضهم قال بعض العلماء قال إن تقاس الخطوة في السيارة على الخطوة في القدم. وكيف تقاس؟ قالوا عن طريق دوران العجلة، فبكل دورة قالوا هذه تحسب خطوة. ونقول لك إن فضل الله عز وجل واسع، ولا تخف، لن يضيع شيئا عليك. الحمد لله. حديث مما يستفاد من حديث 57 يعني يجوز للإنسان أن يسب الكفار كما فعله عمر لكفار قريش، وذلك هنا كآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أحسنت. نجمع بينهما بارك الله فيك. إذا كان في سبنا لآلهة الكفار سوف يؤدي هذا إلى أن يسبوا الله عز وجل، فإننا لا نسب ولا نفعل. ولهذا قال الله عز وجل ولا تسبوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله. فنهينا عن سب آلهتهم، لأننا إذا سببنا آلهتهم فسوف يؤدي إلى أن يسبوا الله عز وجل. وأما إذا لم يكن هذا فيجوز لنا أن نسب إذا أخطأوا علينا. أفهمت؟ ذكر في الحديث أنه لا يخرج إلى المسجد إلا الصلاة. إيش؟ ذكر في الحديث 60 إنما أراد أن أحد أن يخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة، فكيف إذا كان في المسجد فيه محاضرة؟ وكذلك إننا نحاضر في حضور المحاضرة لطلب العلم، هل نوى إلى الصلاة أو نوى لطلب العلم؟
يعني خرج إلى المسجد للصلاة وكذلك في المحاضرة. إيه هو سوف يخرج إلى الصلاة والمحاضرة تابعة للصلاة، فيؤجر على هذا لأنه خرج إلى المسجد مباشرة، لم يخرج لغرض دنيوي، وإنما خرج إلى المسجد مباشرة، خرج لأداء الصلاة، وكون المحاضرة في الصلاة هذا شيء آخر ما في إشكال، جائز ويؤجر على هذا. لا، أنا أسألك لو كانت المحاضرة في مسجد آخر، لو كانت المحاضرة في مسجد آخر سوف يذهب إلى المسجد وسوف يؤدي الصلاة أولا، فهو خرج إلى الصلاة، النية محلها القلب لكنه خرج لأداء الصلاة، ولو تأخرت المحاضرة هل سيؤخر الصلاة؟ لا، سيؤدي الصلاة في وقتها. إذن هو خرج إلى الصلاة والمحاضرة تابعة. نعم. من في وقت الماضي هناك رجل صلى صلاة الظهر في وقت العصر ولكن ليس بترتيب، يقدم صلاة العصر ثم صلاة الظهر. كيف؟ في الوقت الماضي هناك. في الوقت الماضي؟ كيف في الوقت الماضي يعني؟ ما فهمت معنى في الوقت الماضي. في الماضي ما معنى في الماضي يعني؟ يعني أنت تفعل هذا فيما سبق، يعني أنت كنت تفعل. أيوة في أي نعم أكمل. قضيت صلاة الظهر وقت العصر ولكن ليس بترتيب، قدم صلاة العصر ثم صلاة الظهر بسبب جهل، فكيف بصلاة؟ يسقط الترتيب بالجهل، لأن الجهل أخو النسيان، فالنسيان والجهل كلاهما واحد. واضح؟ نعم. كيف؟ خرج إلى الصلاة، خرج إلى المسجد، لكن المحاضرة قبل الصلاة. المحاضرة قبل الصلاة. أيوة. ويستطيع بدون المحاضرة ثم إذا قيمت الصلاة يصلي في المسجد. أيوة، لكنه هل سوف المحاضرة تنتهي مع الأذان يعني وسوف يصلي في المسجد أو سوف يصلي في مسجد آخر؟ أي نعم، وسوف يصلي في هذا المسجد. نعم، إذن يدخل في الأجر، هو خرج إلى الصلاة والمحاضرة موجودة في المسجد، فيدخل في الأجر إن شاء الله. كيف؟ أستيقظ متأخرا في صلاة الصبح، ما فعلت صلاة في البيت. ما فعلت في صلاة في البيت أو في المسجد. ماذا تفعل؟ أيوه، في إيش؟ صلاة في البيت أو في المسجد. صلاة الفجر الفريضة، صلاة الفريضة تذهب إلى المسجد تصلي لوحدك؟ لا، صلي في بيتك. لماذا تصلي في المسجد؟ لماذا تصلي في المسجد؟ نعم، لو كنت ترجو جماعة في المسجد اذهب إلى المسجد، لكن إذا كنت ما ترجو جماعة، ما في أحد، صلي في بيتك. لا تقل يجب. إذا قمت متأخرا ما الفائدة من الحضور للمسجد؟ لا فائدة. أنت تحضر إلى المسجد لأجل الجماعة، وإذا لم يوجد جماعة فصلي في بيتك. إذا
فإذا انصرفت الجماعة فإلا صلي في المسجد. نعم صلي في لا ما يؤجر. الجماعة لا بد من الجماعة. بالنسبة إلى النية تؤجر على النية أنك نويت أن تحصل الجماعة فلك أجر النية، لكن ما تصل إلى الجماعة 27 درجة. تؤجر على النية وأنك تثاب وأنك اجتهدت، ولكن الجماعة لم تدركها. انتهيتم؟ أيوة، هذه فيها خلاف بين العلماء. فمن العلماء طبعا أعطيكم المسألة أولا. المسألة: رجل لم يصلي صلاة المغرب ثم جاء والإمام يصلي صلاة العشاء، فماذا يفعل؟ فالمذهب مذهب الحنابلة قالوا يصلي صلاة المغرب لوحده، فإذا انتهى دخل مع الإمام فيما تبقى من صلاة العشاء، لأجل أن يحافظ على ترتيب الصلوات، لأن مذهب الحنابلة لا يجيزون للإنسان أن يخالف في الترتيب في الصلوات إذا كان يعلم هذا وإذا كان قادرا على مراعاة الترتيب. هذا قول. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، فيصلي مع الإمام صلاة العشاء، فإذا انتهى صلى صلاة المغرب لوحده. وقالوا إن الترتيب يسقط هنا للعذر لأنه معذور ولا يستطيع أن يخالف الإمام، والقول الثالث في هذه المسألة، وهو القول الراجح والأقرب في ذلك، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه يدخل مع الإمام بنية صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلس، وإذا جلس انفرد عن الإمام ينوي الانفراد فيسلم، ثم يقوم ويدخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، فتكون ركعة أولى بالنسبة له، وينوي صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام قام وأكمل العشاء، فيدرك الجماعة في المغرب ويدرك الجماعة في العشاء. فإن قال قائل: يكون هنا قد خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب عن هذا الحديث: لا تختلفوا عليه بما قال. أكمل الحديث: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وأما المخالفة بالنية فهذا جائز، فكوني أصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فهذا جائز. فالمنهي عنه هو المخالفة بالأفعال، بمعنى أنه إذا
كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فإن قال قائل هو خالف في الفعل أيضا، وذلك عندما قام إلى الرابعة الإمام وهو قد جلس ونوى الانفراد، فما الجواب عن هذا؟ نقول الجواب سهل ويسير ولله الحمد. والجواب في ذلك أنه قد يعرض للمأموم أن ينفرد عن الإمام إذا وجد العذر، وهذا جائز. مثال ذلك لو أن الإمام كان لا يطمئن في صلاته، لا يطمئن في صلاته، فهنا نقول يجب على الإمام أن ينفرد، ينوي الانفراد، لأنه لا يستطيع أن يطمئن في صلاته مع هذا الإمام. مثال آخر لو أن المأموم أتاه قيء وهو في الركعة الأخيرة مع الإمام وأراد أن ينفرد لأجل أن يتم صلاته، فله ذلك للعذر الحسي، لأنه معذور حسا أن ينفرد عن الإمام لأجل أن يدرك الجماعة، ولا يستطيع أن يصبر للضرر المترتب عليه، وهذا عذر حسي. وإذا كان كذلك فالعذر الشرعي من باب أولى، فهو عندما انفرد عن الإمام يريد المصلحة الشرعية، وهو أن يدرك صلاة المغرب وصلاة العشاء. ويدل لذلك أيضا أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فإذا انتهى من صلاة العشاء وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه في مسجدهم وهو إمام لهم، فصلى بهم صلاة العشاء، هي له نافلة ولهم فريضة، فهو صلى صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ورجع إلى قومه صلى نافلة له وهي لهم فريضة. فهذا يدل على جواز الاختلاف في النية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقره على ذلك. ويدل لذلك أيضا أن أحد المأمومين عندما كان يصلي خلفه وكان يطيل الصلاة، لأنه لما قرأ الفاتحة قرأ بسورة طويلة، قرأ بالبقرة، فأحد المأمومين ذهب يشتكي معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطيل الصلاة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ بالشمس وضحاها وبالليل
إذا يغشى. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل الذي أراد أن ينفرد عن الإمام لأنه يطيل الصلاة خلاف المشروع. فإذا كان كذلك فنقول إنه يجوز أن ينفرد هنا إذا وجدت المصلحة الشرعية، وهذا ما يفتي به شيخنا رحمه الله ابن عثيمين. والمذهب مذهب الحنابلة على القول الأول، وهو أنه يصلي المغرب أولا ثم إن أدرك العشاء صلاها مع الإمام وإلا صلى لوحده، لأنهم لا يرون المخالفة في الترتيب بين الصلوات ولا يرون أيضا المخالفة في النية، لا يرون أيضا المخالفة في النية، والله أعلم.